ولا يظن أحد أن الاستهزاء بالله أو بدينه أو بشرعه أنه يذهب سدى أبدا. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشرع، استخفاف به، تنفير النفوس منه، مضادة لله عز وجل. الله يدعو إلى دار السلام، وهذا يقول لا تجيب دعوة الله فيتهكم، لأنه ما شرع شيئا ولا أمر بشيء إلا ودعا به إلى دار السلام، ودار السلام والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. فشرع الله ليس فيه إلا السلامة. الاستهزاء بسنة، الاستهزاء بحكم من أحكام الشريعة، التقليل منها، التنقيص، لمز. قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا فقط نمزح. البعض الآن لما تأتي يقول لك أنا أمزح، فلا يزيد عليه الصلاة والسلام عن قوله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء وأكثروا عند العطاء، وقالوا يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع. مثل بعضهم يأتي ويلمز بعض الأخيار. المشكلة أنه ما لمز الأخيار لفلان علان، إنما يلمز كيان قائم كأنه لا يحب تقرب إلى الله عز وجل، فيبحث عن أي شيء يلصقه في هذا. فقال أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولذلك تجد بعض الأحيان في بعض الأزمنة يكثر شيء من هذا الخلط والجرأة على الله وعلى دينه، فتجد القلوب المؤمنة تغلي من الإيمان، فترفع صحائف الأعمال أنهم غاروا وأنهم تألموا وأنهم فترفع بها الدرجات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، ليميز الله الخبيث من الطيب. ويأتي من يرقع لهؤلاء، لا هو ما يقصد كذا، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينه. ولذلك الحذر، كل الحذر من الوقوف بشيء بشرع الله عز وجل. فالله لا يغالب، الله عز وجل ما يعبث معه. احكام الشريعة الدين تطأطأ لها الرؤوس وتذل الجبار وتخنع لها النفوس لعظمة الله جل جلاله. ما يتكلم الإنسان بكلمة أمام دين الله وشرع الله. استهزاء والسخرية والتهكم والتشكيك.